السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني مع أستاذة أمينة، عيادة فيت أند سليم كلينيك فرع الخصوص. هتتكلم النهارده عن تجربتها وتحكي اللي حصل معاها. هي خست 10 كيلو بطريقة جميلة جدا، بس الجميل جدا في الموضوع إن أستاذة أمينة خسرت من الوزن الدهون. يعني لسه دلوقتي كنا بنتابع الانبادي، هنا في 5 دهون، 5 كيلو نازلين من الدهون، والعضلات زايدة عندها برضه تقريبا 5 كيلو. ده اللي احنا بنعمله. هي كانت بتعمل حاجة اسمها تنسيق قوام، مش جاية تخس، هي جاية تغير شكل جسمها. فبالتالي نزلنا من محتوى الدهون ومن كيات الدهون وكسرناه، وده بان في شكلها قوي في مقاساتها، وفي نفس الوقت زودنا الكتله العضليه. تمام، فده اللي احنا عملناه. هتحكي دلوقتي عن تجربتها وتقول لنا هي عملت ايه وسط ايه بالظبط معانا، والبرامج كانت سهله ولا صعبه. اولا الدكتور احمد مشكور جدا، معاملته كويسه جدا ومقابلته كويسه جدا وفريق العمل، والنظام الغذائي كان كويس جدا، ما كانش متعب ولا مرهق جدا ولا مكلف. و انت حاسه بفرق كبير قوي يا امينه؟ اه شكلك يعني ايوه. انت وانت خصوصا بتعملي تنسيق قوام، مش بتخسي، مش بتخسي، يعني ما عندكيش وزن زياده. لا انا كنت جايه عشان اخسس اماكن معينه واللي والحمد حصل لله نزلت معايا في الوزن. عندك اماكن سمنه موضعيه اه نزلتيها. الحمد لله نزلت بشكل مختلف كتير عن الاول، حلو. والحمد لله. وغيرتي من الميزان وكل حاجه. اه طب ده حسيتي بفرق في صحتك بقى ولا ما حسيتيش فرق في صحتك؟ حسيتي جسمك لا بقى اخف؟ طبعا في فرق كبير جدا عن الاول. حاسه ان انت بقيتي اخف بقيت أخف في الحركة ونشيطة جدا في الحركة وفي كل حاجة. نزلتي قد ايه يا زميلي؟ 10 كيلو. 10 كيلو؟ اه طب نزلتي ايه، دهون ولا نزلتي ايه؟ دهون والعضلات اتظبطت. حلو قوي. احنا حتى كنا لسه بنتابع الميه، حتى الميه شفناها زايده. ده كله بفضلك يا حضرتك. بفضل حضرتك يا دكتور. ولسه مكمله؟ وزنك كام دلوقتي؟ دلوقتي 69. كنت جايه وزنك كام؟ كنت جاية وزني 80. 80؟ طيب ولسه مكمله؟ اه مكمله لحد كام؟ هتثبتي عند كام؟ عند 60. 60؟ كملي ان شاء الله الوزن المثالي والشكل المثالي عند 60. طب لو بإذن حد الله. لسه متردد من التجربه تنصحيه تقولي له ايه؟ لا يجي علشان خاطر صحته، السمنة وحشة جدا. زي ما شفنا طبعا استاذه امينه بتنصح كل الناس انها تبدا نظام غذائي ودايت، تنزل من محتوى الدهون وتزود العضلات وتغير التنسيق، وقالت كلمه جميله جدا: عشان صحتك لازم تبدا. شكرا.